تايه، عمال تلف حوالين نفسك مش عارف تعمل ايه، الامتحانات قربت. كنت يا زينب بتذاكري ازاي في كلية خدمة اجتماعية؟ تعالوا انا اقول لكم كنت بذاكر ازاي. كان هدفي الاول والاخير ان انا استفاد باكبر قدر ممكن من المعلومات. كنت بحضر السكاشن بتاعتي والمحاضرات. تمام. كنت بعمل ايه؟ كنت باجي جايبه سكتش كده. كنت مقسمه كل ماده حوالي 50 ورقه. كنت بمسك كتاب الدكتور اشوف ايه المكرر ايه الملغي اللي عليا، وابتدي اقرا القطعه مثلا. فالقطعة اللي بقرأها بطلع منه الكلام المهم. يعني مثلا حيث مش عارفة ايه، انت افهم حيث دي مثلا. ده بيشرح لك ال القطعة مثلا، او بيشرح لك المعلومة. انت خد حتة كده منها وافهم الباقي، انا بقولكش ارميه، لا افهمه. تمام. طيب انا مثلا عندي انواع، انواع مثلا، انواع اي حاجة. فبقى مثلا انواع 1 2 3 4، احفظ بقى الواحد واتنين والتلاتة واربعة. لان هو ممكن يقولك مثلا، يجي في امتحان يقولك ايه، انواع مثلا المشكلة كذا وكذا وكذا ما عدا كذا. ما هي ما عدا دي اصلا هي موجودة من ضمن الانواع، فتبقى غلط. فهو بيلعب على النقاط دي. فانت حاول تحفظ اي عنصر تحتيه ايه، وافهم ولخص. وهتيجي في ليلة الامتحان او قبل ليلة الامتحان هتبتدي ان انت تذاكر. انت كده كده كنت ذاكرت الورق اللي انت لخصته، تبتدي تراجع عليه. واكيد في بقى مذكرات واسئلة وحاجات دي بتقعد تحلها. وادعيلي، والله والله العظيم ان شاء الله باذن الله لا تجيبوا امتياز. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، واشوفكم على خير وباي باي.